الإدلاء ببيانات غير صحيحة في وثيقة الزواج ده ما يعتبرش تزوير. لما طلعت قلت ان لو واحدة قالت في قسيمة جوازها ان هي بكر وهي مش بكر ده مش تزوير، الناس زعلانة قوي. طب مش زعلانين ليه لما الراجل اللي متجوز لما بيجي يتجوز على مراته بيقر في قسيمة الجواز ان مفيش على ذمته زوجة اخرى، مفيش في قسيمته زوجة اخرى في وثيقة الزواج؟ ما هي نفس القصة، ده برضو مش تزوير ومش معاقب عليه بقانون العقوبات، وان كان معاقب عليه بالحبس 6 شهور وبالغرامة اللي لا تتجاوز 200 جنيه طبقا لاحكام قانون اخر، يعني ماده 25 الماده 23 من قانون 25 سنه 1929، مش معاقب عليه بقانون العقوبات. او لو قال اسم الزوجه غلط او كتب عنوانها غلط برضو ده مش تزوير ومش معاقب عليه بقانون العقوبات. اشمعنى بقى يعني؟ هي حاله واحده بس اللي لو اتقالت في وثيقه الزواج على عكس الحقيقه ده اللي بيتعاقب عليها طبقا لنصوص قانون العقوبات الماده 227. لو كان احد الزوجين اقل من السن القانوني لكتب الكتاب وقال على عكس الحقيقه ان هو تم السن القانوني، دي الحاله الوحيده اللي بيتعاقب عليها. ولو المأذون شاركهم في الجريمه المأذون برضه بيتعاقب عليها السن بس، غير كده لا. لو قال انه مش متجوز، قال ان هي قال اسمها غلط، قال عنوانها غلط، ده مش تزوير. هي قالت ان هي بكر وهي مش بكر، ده مش تزوير. وده القانون على فكره، انا مش جايبه الكلام من بيتنا يا جماعه عشان انتوا بتدخلوا تشتموني انا وانا ماليش ذنب اصلا.